الخير، صباح السعادة، جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قعدتوا ترتبوا ليل نهار ونهار وليل، ما بتناموش، واللي بينام فيكوا بقية العصابة بتكمل تفكير ما بين مسؤولين في الرياضة أو عن الرياضة أو ناس زملكاوية بتكره الأهلي، أو ناس ليها أغراض ضد النادي الأهلي، وناس بتكره محمود الخطيب، ومنهم أهلاوية على فكرة، يعني منهم ناس من يعني كانوا من أبناء النادي، يعني بس الابن الضال يعني عارفه. فحضرتك قعدتوا تشتغلوا ليل نهار. سبحان الله، وصلتوا من النهار بالليل والليل بالنهار على أمل إنكم تحرموا الأهلي تماما 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 من حقه. لكن ربك عدل، ربك عدل، ربك عادل. قالوا لا بتخفى الليل ولا نهار، عيون العدل في السماء لا تخفى ليلا ولا نهارا. وقعدتوا ترتبوا ترتبوا ترتبوا، ربنا بس بيمهل الظالم وقت. يعني إيه، ماشي كمل واظلم واظلم واظلم، انت بتظلم بأمري، بس انا خليك تظلم بأمري انك انت اصلا انسان ظالم، انسان مش كويس. ويجي بقى لحظة العدل من رب العباد، وبإيد مين بقى؟ بإيد الناس اللي شاركوا في ظلمك، بس شاركوا في ظلمك الحقيقة، مش انت المقصود. هم عايزين مصلحة بلادهم، عايزين مصلحة اتحاد كرة عندهم، عايزين مصلحة الكرة عندهم. وبعدين ان انا الوم عليهم؟ لا، ما تلومش عليهم، لوم على الخبثاء، لوم على خبثاء اللي هنا، اللي من بلدك، لوم على الفسدة اللي وافقوا انهم يبيعوا نادي بلدهم مقابل بقى عداء، مقابل ايه انا معرفش المقابل، بس كلهم اجتمعوا في الشر. لكن سبحان الله، الاهلي في كاس العالم للانديه تاني والتالت سنه على التوالي، ولا عزاء للحاقدين الفاشلين الفاسدين. ربنا عدل يا جماعه، والله ربنا عرفوه بالعدل، والحمد لله الحمد لله حقنا رجعنا. اللي كان هيشوف مشهد او يتذكر مشهد كابتن محمود الخطيب في النهائي وهو زعلان، والرئيس الاتحاد الدولي والرئيس الاتحاد الافريقي كانوا قد ايه عارفين ان هو متضايق، وقد ايه ابتدوا يواسوه ويتكلموا معاه، لانه شخص محترم، عارفين ان هو شخص محترم. تحس ان يعني احنا بنعتذر لك، ولما جت الفرصه جت المصالحه. الحمد لله. قلتها في الفيديو اللي فات ان الامير تميم ممكن يشارك المغرب، في وارد جدا يكون هو فعلا بيشارك المغرب في ان هم في التنظيم ماليا واستادات، ممكن وارد جدا تكون هديه، وممكن يكون كل ده اترتب لصالح النادي الاهلي. الاتحاد المغربي شايف الاهلي عظيم قد ايه، وادارته عظيمه قد ايه، وجمهور واقف معاهم قد ايه، فقرروا انهم يعملوا كده مصالحه للنادي الاهلي. الامارات انسحبت اساسا من المشهد. كل ده تكريما للنادي الاهلي وحبا في النادي الاهلي. اللي بيقولوا لك احنا اشهر في الوطن العربي، احنا اشهر في الخليج. مين الوطن العربي؟ بطلوا كذب بقى، انتوا مش اشهر في بلدكم، ولا اعظم في بلدكم، ولا الاكثر جماهيريه في بلدكم. انتوا اللي اكتر ناس بتحبكم من الحكام واللي بيحاولوا يزقوكوا، بس هي دي القصه. فانا كان مهم نتكلم في ده. ماتش امبارح، ماتش كان فيه الشوط الاولاني كنا كويسين جدا، بين الشوطين حصل حاجه. هل وصل للاعبين ان الاهلي خلاص فعلا رسمي هيبقى في كاس العالم، فنشوه الفرحه خدتهم؟ وارد. القلق والدربكه والتوتر كان له تاثير؟ وارد. المهم الفرقه ابتدت تنزل جدا الشوط الثاني، كلنا قلنا كلنا كتبنا. انما نتحول نبقى زي غيرنا شتامين؟ عيب، عيب يا جمهور النادي الاهلي، احنا عمرنا ما كنا شتامين ولا سبابين، عيب. لا، عايز تنتقد لعيبه، لاعب عندك انتقد. انا انتقدت قفشه بكل قوه بعد الماتش، انما يتحول كلامنا لغور وانت وابن واب؟ عيب عيب عيب. احنا جمهور راقي، احنا بنفرق عن الكل وعن الاخرين، ان احنا جمهور راقي واداره راقيه، ولاعيبتنا لعيبه محترمه. وناس تقول لك، وناس بقى دخلت، ناس بقى بصوا يا جماعه، في ناس على السوشيال ميديا ابتدى يبقى لهم متابعين كتير، وابتدوا يستغلوا ده
انهم يبقوا ضد النادي الاهلي في بعض الاحيان علشان يوصلوا انه يبقوا على الشاشات، حصل وبيطلعوا ببرامج. فاصبح النهارده انا بشكك في اللعيبه الكبيره، في الاسماء، في اللي عملوا انجازات الفتره اللي فاتت عشان اهدهم. اوكي، فايه المقابل تاني؟ عربون اطلع بيه على الشاشات. انا بتكلم دلوقتي من غير اسماء، لكن لو استمروا في نفس اللي بيعملوه كل واحد هنزل اسمه والحساب بتاعه. واعتقد يعني اداره النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي نفسهم خرجوا ولقوا عضويه عيسى وهناء، وان شاء الله والبقيه تاتي. احنا بقى مش هنقدر نلغي متابعتنا للناس كل نجاحهم قايم علينا احنا. لا، زي ما بنيناكم هنهدكم. اللي واخد السوشيال ميديا لمصلحته الخاصه عشان يكسر في لعيبه النادي الاهلي ورموز النادي الاهلي، انسى. هيفضل الشناوي عملاق، هيفضل مجدي قفشه صاحب القاضيه. انا لما كتبت امبارح يا جماعه وقلت القاضيه تسمح لي، انا ابتدينا نكتب خلاص، فات ساعه ونص، ساعتين، الموضوع دخل فيه شتيمه، دخل معاك بقى اللي بيكرهوا القاضيه وموتاهم وهي سبب كل البلاوي اللي احنا بقينا فيها يا عيني. سبحان الله، مش بلاوي، هي سبب العظمه للاهلي، يعني عظمه لله وحده. اللي احنا بنحتفل، احنا كل جمعه بنحتفل بالقاضيه، اللي انتوا بتقولوا ايه يعني وهي دي، انت كل جمعه بتحتفل بالقاضيه على فكره. فهم ف... وهي سبب فعلا ان الاهلي يعني بعد القاضيه الدنيا اختلفت معانا جدا جدا في افريقيا وكاس العالم وكده. اوكي، فتيجي النهارده بقى ايه؟ تلاقي الناس اللي كارهه القاضيه، الناس اللي هتموت من قرار انك رايح كاس العالم، كله بقى دخل في النص مع اللي بيشتغلوا لمصلحتهم. ما بقتش بقى يا جماعه، ما بقاش انتقاد وما بقاش احتفال اصلا ما بقاش في احتفال بال بانك انت ربنا نصرك ورايح كاس العالم، وتحولت القصه لقفشه. واللي يقول لك اصله بيعمل كده عشان يمشي. يا جماعه ايه اللي بيعمل كده عشان يمشي؟ من امتى الاهلي بيمسك في لعيب؟ هو لو قفشه انا عايز امشي، الاهلي هيقول له لا، احنا اللي بياخد خطوه ناحيه باب الخروج بناخد 100 ونروح نفتح له الباب ونقول له مع السلامه. كل لعيب حر. والله عايز تبقى قدامك اتنين نموذج، عندك نموذج وليد سليمان وعندك نموذج حسام عاشور، اختار تبقى وليد سليمان ولا تبقى حسام عاشور والسعيد ورمضان وشريف. انت حر، انت انسان حر. عايز تبقى على الشاشات بعد كده وتبقى مجدي ويونس وهناء والناس، يا سيدي انت حر، انت اللي بتخسر. اللي بيخرج من الاهلي هو اللي بيخسر. انا بقولش ان مجدي قفشه فعلا ده عمل، لا، مجدي كان مستواه امبارح مش وحش، قرر يشوط ضربه الجزاء على غير الاتفاق، لان كولر قال ان كان المفروض علي معلول، اتكلم هو علي معلول، هيتم عقاب الاثنين، معلول هيتعاقب وقفشه هيتعاقب بس بشكل اكبر شويه، لانه ما سمعوش الكلام. الراجل خد الفرقه كلها وطلع على النادي الاهلي، مفيش مروح، كله يركب اتوبيسات، اداهم دش بارد. المتهاون اللي ما بيسمعش الكلام بره النادي الاهلي، مش بره التشكيل، بره النادي الاهلي. خلاص، عايز ايه تاني؟ انا عارفه ان الناس خايفه من تكرار سيناريوهات السنتين اللي فاتوا، لان تحديدا في ماتشات كانت في ايدينا رغم الفساد التحكيمي والفجور الغير طبيعي انت ليك مبدئيا بس امبارح كده ليك 4 5 ضربات جزاء، منهم ضربتين في ضربه، قال لك امشي ماشي. لاعب الاهلي ياخد الكره ورايح عند المرمى، ايه لمسه يد يا عم؟ ما لمس ولا والله الكره ما جت عند ايده اصلا. لاعب من الاهلي فاولات تك 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 عند المنطقه ما بتتحسبش. هناك اجري صاروخ احسب يا مش هقول اسمك الحقيقي امين، يعني انا مالي، هو انا اللي سميتك امين؟ انا انا مش بكذب يعني، انا بقول امين ده اسمك. طب ربنا يسامحني يعني لو انا اللي بقوله ده اسم يا ربي، اسمه امين، ومعاه ناس جوه في البار ما يعلم بيهم الا ربنا. كله وبتاع الرايه كل شويه ترفع قصاد مين يا عم؟ مش قصاد اصلا، بس بايده تفسدوا هجمات النادي الاهلي. حسب وبعدين طردت لاعب كان لازم يطرد، انت ما عندكش حلول، ما عندكش حلول. ليه؟ لان رئيس الاتحاد او رئيس لجنه الكوره ريتنبرج اللي انتوا جايبينه، اللي هو ما بيعملش حاجه لان هو محلل بس، بيطلع يقول فلان غلط في النقطه. طب بتعمل انت باللي غلط؟ ما تاني ماتش بنلاقيه، انا ما اعرفش، هو جاي سبوبه بياخد قرشين، بياكل ملوخيه بالعيش وخلاص الموضوع بيخلص على كده.
المهم يعني، فبدل ما يطلع الراجل ده يطلعني مسرح ويقول عليا لا انا خلاص تعالى اطرد بس والله العظيم انا ما كنت عايزه الطرد ده يحصل، لان هم لازم يظلموا الاهلي، فما بالك بقى لما يتضاعف ظلم الاهلي وفيوتشر ده قدام فيوتشر وانتوا عارفين، فلازم بقى يتضاعف الظلم ده. ماشي، مش هديك حقك. فين بقى بعد 3 4 ضربات جزاء قررت اديك ضربه جزاء. قفشه غلط لما دخل، غلط، خلصنا من قصه قفشه. لكن يا لعيبه النادي الاهلي ارجوكم بلاش نعيد السيناريو ده فعلا. احنا بنصدق ماتش نخرج يعني نهرب من الظلم التحكيمي اللي احنا بجد بنعاني منه. احنا بنعيش اسوأ منظومه تحكيميه على وجه الارض، على وجه الارض. انت ما فيش حكم من حكام مصر دول ممكن تشوفهم في اي مكان في العالم، ولا حتى في ادغال افريقيا، لان دول خلصوا خلاص، خلصوا. الحكام اللي من النوعيه دي خلصت خلاص. فحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، وربنا جاب لنا حقنا من كل الفسده اللي اتامروا ضدنا، وهيجيب لنا حقنا من التحكيم. ما انتوا كلكم منظومه واحده وعصابه واحده، بس ربنا رد لنا جزء من حقنا ولسه، وربنا هيجيب لنا حقنا كامل ان شاء الله. والاهلي في كاس العالم، افرح يا جمهور النادي الاهلي، افرح وافخر، انت السنه الثالثه في كاس العالم للانديه. شكرا كل من ساعد على ان كاس العالم يبقى في المغرب، شكرا للمغرب، شكرا لمصالحتكم لينا. جمهور اللي بيقول لك جمهور الاهلي وجمهور المغرب في بينهم مشاكل، بالعكس بالعكس، انا عندي ناس كتير جدا على فكره من المغرب ومشاعرهم طيبه جدا، واحنا كانت مشاعرنا طيبه جدا، وكنا بنشجع اقسم بالله انا كنت بشجع المغرب جدا. فشكرا ليكم جدا، شكرا لجمهور المغرب، شكرا للعيبه المغرب. اتمنى يا رب يا رب ان شاء الله المغرب النهارده تاخد المركز الثالث، تحصل على البرونزيه باذن الله، وده انجاز. والف مبروك، وان شاء الله باذن الله مع الفريق 1 فبراير باذن الله في المغرب ان شاء الله، ونبارك لكم نفسنا. الف مبروك، والاهلي هيفضل فوق الجميع. احنا الاهلي، انتم مين؟